أجمل ما في الحفلة مين دبدوبة التخينة. شفت؟ أسهل حاجة في الدنيا إنك تبقى قليل أدب، الصعب إنك تبقى مؤدب، ده الصعب. شفت؟ قلة الأدب مفيش أسهل منها، سهل أي حد قدامه تليفون يطلع يقل أدبه، بسيطة وسهلة جدا. والد زيزو الله يمسيه بالخير مطرح ما هو قاعد قدم بلاغ للنائب العام للإساءة اللي حصلت من جمهور الزمالك في ماتش الزمالك اللي فات، وقدم برضه لجنة الانضباط والاتحاد الكوره. وسهل قوي يا جماعه الموضوع يتجاب زي كده اهو من قلب الجمهور عندكم اهو. سهل ان انت تعرف تجيب الكبوات دي، مش صعب انك تقول لي بس هتروح ترفع قضيه على جماهير. لا يا باشا، انا اجيب شويه المرشدين اللي عندكم دول. انتوا مفكرين يا ابني ده مدرج يا ابني؟ انتوا كلكم مرشدين يا حبيبي، اوعى تكون مفكر شويه العيال البوابين دول جماهير. لا يا باشا، هو كام واحد مرشد اللي واقفين دول وخلاص، خلصت على كده. انت لو جبت راجل بيصور هيجيبهم لك. الارشاد ده عندكم اصلا موضوع بقى غيه، ملوش علاقه بالانتماء ولا حاجه، انتوا كلكم على بعض كده مرشدين في بعض. يعني مال تقول لي زيزو ومشي ونضفناكوا؟ اديني سبب واحد يخلي زيزو قاعد في الزمالك. انت اديني سبب واحد. انت اللي قاعد بتتكلم. انت لو جات لك شركه فيها زياده 300 جنيه هتروح 300 جنيه، مش الملايين بقى والالوفات اللي عمال تقول له سبتنا ونجمناك وعملناك. قول لي سبب واحد يخلي زيزو يقعد في الزمالك. دوي تطلع التالت والرابع وبقالك كذا سنه ما شفتهاش. افريقيا تعرفش عنها حاجه بقالك 23 24 سنه. كاس عالم انت مش فاهم يعني ايه اصلا كاس عالم. يعني دي حاجه لسه بالنسبه لك زي 3 دي كده ولا 4 دي كده، انت لسه ما وصلتش للحاجات دي كلها. كونفدراليه اديك بقيت تطلع مستلومبوش والكلوتات الكيني والبط الاثيوبي. جماهير كلها عيال صغيره ومرشدين ونصكوا بوابين. رئيس نادي موجود ومش موجود، والراجل الكفيل بتاعكم اللي بيصرف كل يوم والتاني يطلع يهزقكم في تويتر ويقل منكم في تويتر، وانتوا مش عارفين تعملوا معاه اي حاجه. اديني سبب واحد يخلي زيزو يقعد في نادي الزمالك. مفيش. انت ذات نفسك مش هتلاقي، لولا بس اللي انت طلعت كده زملكاوي خلاص انت كملت بقيت زملكاوي. مفيش حد يا ابني عاقل في الدنيا دي يختار انه يبقى زملكاوي ويطلع وسط كل العبث اللي حاصل ده. بتقول لي مفيش خوض في الاعراض، ودنك اللي عامله زي طبقين الدش دي ما سمعتش الجمهور بيخوض في الاعراض وبيقول هدى يا هدى؟ وايه موضوع هدى؟ انت كل شويه حد يكتب لي في الكومنتات هدى يا هدى هدى يا هدى. يا عم انا مالي ومال هدى يا هدى ده؟ هو انت لما تبعت لي هدى يا هدى انت بتضايقني؟ انا ولا يا ابني في دماغي هتضايق ليه لما تبعت تقول لي هدى يا هدى؟ عادي جدا مش هتضايق على فكره. يعني كلمه اخيره بس الخص لك بيها كل حاجه، طول ما احنا فيها مالكمش حاجه فيها.